أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. هي شابة جنوبية بعثت للدراسة في السودان، وعادت بعد أن صارت أول امرأة تتخرج في كلية علوم الطيران السودانية، بس هي ما رجعتش لمجرد أنها حاملة الشهادة فقط. هي عادت وهي حاصلة على درجة الامتياز وحاصلة على مرتبة الشرف في تخصص الطيران الحربي. ملازم طيار رحمة الحوشبي ضيفتنا في هذه الفقرة لهذا اليوم. نحن سعداء جدا بتواجدها معنا، تتحدث أكثر عن تجربتها الجديدة والفريدة بالنسبة لمجتمعاتنا وبالنسبة لي أيضا نسائنا في الجنوب. هي بدأت أو يعني استطاعت أنها تستعيد الأمجاد وخاصة في مجال الطيران الحربي للمرأة الجنوبية بعد أن كاد أن يهمش دورها بشكل أو بآخر. أهلا وسهلا فيك معنا رحمة، ونحن سعداء جدا بوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكم، ويسعدني التواجد معكم. أهلا وسهلا فيك. طيب يعني وانت تحققي هذا الإنجاز وهذا الفخر، اوصفي لنا شعورك ومدى فرحتك بأنك يعني وصلتي إلى هذه المرحلة. طبعا بالنسبة لشعوري شعور لا يوصف، يعني كوني امرأة واقتحمت هذا المجال، ومجال ليس بالسهل، وخاصة على المرأة. مهم. وخاصة أني اقتحمت ونجحت هذا المجال رغم العادات والتقاليد اللي يمر فيها مجتمعنا بالنسبة للمرأة، وعدم يعني المجتمع غير راغب بوجود المرأة في السلك العسكري. أيوة. وكان يعني إنجاز كبير جدا وفرحة كبيرة جدا، وكان يعني هناك أيضا فرحة كبيرة من قبل العائلة والمجتمع. يعني شجعتك العائلة؟ طبعا كانت العائلة داعم رئيسي لي. مهم. طيب يعني اقتحامك لهذا المجال، هل كانت رغبة؟ هل يعني حد يعني دفع بك إلى هذا المجال؟ لأنه يعني أنت درستي تمريض، بعدين درستي طب، يعني كان هناك مشوار طويل من العلم. طبعا ده المجال تقدر تسميه عشق هذا المجال أو حب هذا المجال هو اللي دفعني فيه. بس كانت في البداية كثير من الصعوبات في لدخول هذا المجال، كوني امرأة. طبعا في المجتمع عيب انك تدخل في السلك العسكري وانت امرأة، ممنوع، ولا تقول يعني مرأة في طيران الحربي. فكان علي اني اخفي هذا المجال واضيف الى جانبه مجال اخر وهو الطب. فبدأت مشواري بأنسق للمجالين في الطب والطيران، ولكن كان ميولي كبير جدا للطيران الحربي. فبدأت مشواري بعد أن أنهيت دراستي، أخذت دراسة في التمريض. ثم يعني بدأت أتابع مرات عديدة مع الصد الكبير الذي حصلته في هذا المجال، وأكملت التمريض. انتقلت إلى كلية الطب إلى أن أتت المنحة، ذهبت لإكمال الطيران الحربي. بس كده يجي لنا فضول، يعني كيف كانت طفولتك، كيف كانت نشأتك اللي يعني نمت فيكي الشخصية المقاتلة الحربية، وانك تكوني يعني تطمحي لانك توصلي انك تصبحي ملازم طيار، تصبحي يعني في يعني ميدان معارك. تلتحق يعني بالسلك العسكري. بالنسبة لنشأتي، مهم. نشأت في محافظة لحج. طبعا أنا من الحواشب، مديرية الملاح من الراحة من دار الدولة. نشأت في محافظة لحج، مديرية تبن، ما بين مديرية تبن كثيرا ثم الحوطة. أنهيت دراستي الإعدادية والثانوية في مدرسة عباس الحسيني، ثم التحقت في مجال التمريض. بعدين خلال دراستي لمجال التمريض كان في حرب 2015 الميليشيات، اشتغلت في المستشفيات الميدانية. مهم. دخلنا المستشفى الميدانية واشتغلنا فيها وقمنا بمعالجة الجرحى هناك، إلى أن تم إدخالنا إلى السلك العسكري. طبعا واجهت صعوبات كبيرة في إني أقوم أنا بالدخول في هذا السلك العسكري، نظرة المجتمع، الناس المحيطة، ليش، كيف كتمريض يعني؟ هو دخلت كتمريض، لكن هو في الأول والأخير تتبع الخدمات الطبية العسكرية للجيش. ومن هنا يعني هنا تقدر تقول إنه انفتح باب أقدر أدخل فيه المجال الطيران الحربي، دام أني دخلت أنا في المجال العسكري. ايوه. وبدأت يعني تقدر تقولي إنه أقاتل من شان أدخل لهذا المجال. في البداية كان صد كبير جدا، امرأة في المجال العسكري لا. من فين اجت لك محاولات الصد؟ أولا
كثير ناس يعني أول ما عرفوا بهذا المجال منهم يعني من أخذ الأمر بالاستهزاء، ومنهم يعني امرأة ما تصلحش في هذا المجال، أنصحك تغيري المجال، روحي مجال تاني. وبعض أيضا حصلت بعض الضباط الطيارين اللي نصحوني إني كمان ما أدخل هذا المجال، لأنه تعرفي في الأحداث الأخيرة التي تم من خلالها تصفية الطيارين واغتيالاتهم، أيوه. إنه بتشكلي على نفسك خطر كبير جدا، بتعرضي حياتك للخطر. نحن كطيارين أولا نحن مهمشين، ثاني كطيارين ما حصلنا الاهتمام مثل باقي الدول. ولا لكن أنا أصريت إني أدخل هذا المجال، ورحمة ولا ترددت؟ أبدا مصرة أبدا. يعني شغف الطيران كان شغف الطيران المقاتل منذ الصغر؟ أيوة منذ الصغر. وبعد كده توجهت للجهات الرسمية، فكان يقولوا صح إنه أنت الآن حاليا تتحدي العادات والتقاليد والمجتمع، لكن لا يوجد قوات قوية. يعني إحنا حاليا تحت البند السابع لا يوجد قوات قوية، ما بنقدر نعمل لك أي شيء. قعدت أحاول مرات ومرات ومرات إلى أن تمت الموافقة من قبل الجهات المختصة، من قبل رئاسة هيئة التأهيل والتدريب وزارة الدفاع، بوزارة الدفاع بقيادة اللواء ركن محمد بن محمد الردفاني، والعميد ركن محمد قواس، ورئيس شعبة البعثات، ومدير معهد اللغات في وزارة الدفاع. وبعدين بعد كده طلع الملف لعند الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي بعد محاولات كثيرة، طبعا تعرضت حياتي للخطر في هذا الشيء. تم التوقيع على هذا المجال. كيف تعرضت حياتك للخطر؟ يعني نحن كنا نعمل في الخدمات الطبية العسكرية في الميدان، يعني حياتك معرضة للخطر في وقت حرب كمان، إنه تروح وتخاطر بنفسك في وقت تحت القصف، بعد الحرب كانت هناك جماعة إرهابية، جماعة متطرفة. لأن ما صدني هذا الشيء، كنت أتنقل من محافظة لاحق إلى محافظة عدن وأنا أعمل في هذا المجال. تعرضت في عدة أشياء للحوادث، يعني عدة مرات للحوادث في هذا المجال. يعني لأنك كنت يعني امرأة في الخدمات الطبية العسكرية، أو يعني بدأ يتسرب موضوع يعني محاولة التحاقك بالطيران؟ تسرب موضوع، يعني في البداية كان في تسرب، بس مش مشكلة. هنا كان الخطر إنك تجي من محافظة إلى محافظة، ودخلت كبنت دخلت السلك العسكري، في هناك الجماعات الإرهابية إنه ما تقبلش البنات وكذا، وجماعات متطرفة. إلا أن هذا يعني ما صدني عن هذا المجال إلى أن تمت الموافقة وابتعدت إلى السودان للدراسة الطيران الحالي. طيب أنت واجهتي صعوبات وأنت موجودة هنا، لكن لما رحتي للسودان وتدرسي، يعني كيف كانت تجربة تعليمك في السودان، وهل كانت في صعوبات برضه هناك؟ بالنسبة لتجربتي وسفري إلى السودان الالتحاقي هناك بالدراسة، بالنسبة للشعب السوداني، الشعب السوداني شعب طيب تستطيع من الاندماج معه والتعايش معه. لكن كصعوبات كطالب مبتعث أو كامرأة، يعني كنت أنا المرأة الوحيدة في الكلية اللي أنا أدرس هذا المجال. امرأة وحيدة؟ المرأة الوحيدة في الكلية اللي أدرس هذا المجال. نعم. كان في صعوبات كثيرة جدا، إنه من ناحية السكن والترحيل إلى السكن، من ناحية المصاريف التي تصلك، يعني كطيار معروف الطيار وأنماط الطيارين وعيشتهم وإيش الأغذية التي لازم تكون معهم. طبعا من هذا كله كان تقدر تقول إنه اجتهاد وتحدي عشان تكمل في هذا المجال. يعني كان المصاريف توصل بشكل متأخر بشكل كبير جدا، يعني بعد السنة توصل المصاريف. في البداية كان ما فيش مصاريف لمدة سنة، وبعدين توصل مصاريف متأخرة جدا جدا، ما تكفيكش حتى إيجار سكن، ولا إيجار ماء أو كهرباء، ولا إيجار يعني ولا حتى مؤنة غذائية. فكان كمبتعثين نحن نقعد، أو أنا بذاتي يعني بعض الأيام بقعد على وجبة واحدة باليوم، مع أنه الطيار لازم يكون له وجبة غذائية مخصصة. بقعد على وجبة واحدة باليوم. بعض الأحيان يعني المصاريف ما تكفيش إنك إذا مرضت أو شيء أو كلباس أو كل حاجة، يعني كله على حسابك الشخصي أنت. أيوه. وكمرأة يعني وما في أي تجاوب، يعني من صح لكن تحديتي الصعاب أيوة. طيب تتذكري أول يعني لحظة كان فيها إقلاع لك، يعني كقائدة للطائرة، يعني من خلال التدريب، متى كان يعني؟ كان طبعا أول يوم أقلعت لحالي في الطائرة كان في تاريخ 21/1/2021 في القرن 21.
طبعا تاريخ كان مميز. جدا. وكان من أسعد أيام حياتي إني أقلع لوحدي بالطائرة وأهبط فيها، يعني كان يوم سعيد. كانت مرحلة إقلاع طويلة ولا؟ كان في البداية أولا تقلع في مرحلة السيركت اللي هو يعني نص ساعة أو يعني بحدود نص ساعة، وبعدين تكون ساعة أو كذا. طيب أنت يعني درستي وقطعتي شوط الدراسة، بعد كده الآن في العمل إيش اللي ناوية تعملي؟ حاليا أنا أريد تكميل استمرار في الدراسة والدراسات العليا إن شاء الله، مع أن هناك أيضا الصعوبات لم تنتهي والطريق معبد بالصعوبات. هناك أيضا يعني تقدري تقولي إنه في هناك صعوبات كمحاولة تشويش أو إبعادك عن هذه الدراسة، أو يعني منعك من الوصول لبعض الأشخاص، لكن متمثلا بوزارة الدفاع، وزير الدفاع ورئيس الهيئة، وكانوا يعني وقفوا معي وقالوا إنه إن شاء الله بيوقفوا معي لأن إكمال الدراسة. يعني تتخصصي في الماجستير في قيادة الأركان أو؟ بالنسبة يعني أتخصص في نوع الطائرات وأكمل الدراسات العليا للطيران. طيب إيش أنواع الطائرات اللي تخصصتي اللي طلعتي عليها في البداية وناوية تتخصصي فيها؟ الفي 6 إن شاء الله أتخصص بإذن الله تعالى، وهو التخصص يكون حسب نوع الطائرات الموجودة في بلادك، بس إن شاء الله الميج 29 يعني هذا إن شاء الله يكون الميج 29. يعني بترجعي تاني مرة للسودان إن شاء الله. طيب يعني كيف تشوفي اليوم يعني وضع المرأة الجنوبية في الوضع الحالي؟ يعني هل يسمح لها بأنها هل فرص يعني موجودة بأنها تحقق أهداف مثل اللي أنت حققتيه في مجال متخصص ودقيق وحساس في السلك العسكري؟ يعني هل الآن الفرص متاحة أمام المرأة الجنوبية أنها تنطلق وتحقق اللي يعني تحلم فيه دائما؟ طبعا ده موضوع حساس بالنسبة للمرأة، لأن المرأة بهذا الشيء تجد ضغوطات كبيرة وصعوبات كبيرة، خاصة في مجتمع لا يرغب أن يرى المرأة في المجال العسكري أو مجالات كبيرة جدا. أيوة. يحاول يعني عرغلتها، يحاول تضييقها أو تشويشها، يعني زي اللي حصل لي، تشويش وتضييق ومحاولة انحرافك عن المسار أو الوجهة اللي أنت تختارها. أيوة. تضييق عليك لأجل وكتار صعوبات لأجل أنت تترك هذا الشيء. طبعا شيء صعب جدا في بلاد المرأة إنها تتجاوز هذه المراحل كبيرة جدا، بس الإرادة القوية والعزيمة هي التي تجعل المرأة تقف على رؤوس أحلامها. لكن اليوم يعني أين ترين المرأة الجنوبية وهي يعني تتبوأ هذه المناصب اليوم؟ أعضاء هيئة رئاسة يعني في مختلف يعني المجالات، في الأمانة العامة، في الإدارة العامة للشؤون الخارجية، والآن يعني أنت في القوات المسلحة. يعني وجود المرأة في هذه المراتب العليا أولا يتيح لجميع النساء دخول هذه المجالات الصعبة، أيضا كمحاولة لإقناع المجتمع إن المرأة لا تتواجد في أكثر من مجالات كذا، وإن شاء الله نرى النساء في بلادي في مجالات عالية جدا. طب أنت قمتي بعمليات بحث مثلا سابقة، قرأتي عن تاريخ المرأة في السلك العسكري وفي سلك الشرطة، إيش اللي وجدتي فيه من خلال يعني رحلة اطلاعك؟ طبعا قديما كانت المرأة تتواجد في السلك العسكري أو في الجيش، يعني تواجد كبير. أيوة. وفي المظليات مثل انتصار هواش. أيوة. وأيضا في نساء نسيت أسمائهم موجودات كانوا في السلك العسكري. بعد كده الحين المرأة يعني كان أن المرأة من حقها أو من حقوقها أنها تلتحق عادي، يعني ما فيش أي تشويش أو مضايقات أو عادات وتقاليد. حاليا يعني عادات وتقاليد ومضايقات وإحباطات ومحاولة إخراجك عن المسار كثير تتعرض له المرأة في هذه الآونة. طيب هل اقتحامك لهذا المجال ربما يعني يعطي توجه أكبر لتبني يعني هذا المجال من قبل القيادة السياسية في الجنوب، وبالتالي يكون دور أكبر للمرأة كما كان سابقا في الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل عام 90، ولذلك كان توجه الدولة هو دعم المرأة وإشراكها مع أخيها الرجل في مختلف المجالات؟ والله نحن نتمنى أنه يتم دعم المرأة وإشراكها مع أخيها الرجل في جميع المجالات، ومساعدتها مساعدة كبيرة جدا في دخول هذا المجال وعدم إحباطها وأخذ بيدها
للوصول في المجال التي هي ترغب بالتواجد فيه. فالنساء شقائق الرجال. نعم. كنت متوقعة الاستقبال الحافل اللي استقبلتك فيه القيادات السياسية لما رجعتي من بعد ما استكملتي يعني رحلة تعليمك في السودان، ولا كنت يعني تفكري إنه الموضوع ما بيمرش بهذا المرور؟ طبعا أنا بالبداية أخفيت هذا المجال، حتى إن دراستي كانت يعني بشكل صامت، إلا المغربون مني وهم اللي يعرفوا. أيوة. بعد انتشار الخبر يعني تفاجأت بانتشار الخبر وتقبل المجتمع لهذا الشيء، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض القيادات التي رحبت وقامت يعني باستدعائي وتكريمي. يعني كانت مفاجأة لانتشار هذه الأخبار. تفاجأتي وفرحتي جدا، وحسيت إنه النظرة تغيرت جدا. إن شاء الله يكون دافع عن البنات إنهم يشتركوا في هذا المجال. وصلتي للي انت تشتيه مش بس بمجرد انك يعني تحققي حلمك وتدرسي الدراسه اللي انت اخترتيها، وانما ايضا بانه تثبتي للاخرين اللي كانوا يشككوا بقدراتك كمراه انك قادره انك تدرسي في هذا المجال. نعم جدا. يعني اولا معروف الطيران من اصعب المجالات، من أصعب المجالات، سواء في التقديم لها أو فحص القبول أو امتحانات القبول وفي الدراسة طبعا. والدراسة مش بالشيء السهل في الطيران. بعد الدراسة تأتيك مرحلة الطيران ونوع التخصص، يعني في تخصصات كثيرة في الطيران تؤهلك أن تكون طيار نقل، طيار مقاتل، طيار هليكوبتر طبعا، وأعلاها الطيران المقاتل. يعني أشياء أو تقدر تقول إنها دراسة صعبة جدا. دراسة يعني تم دقة وتركيز وإرادة وتصميم وتحفيز لها. نحن فخورين إنه كل هذه الصفات اجتمعت فيك رحمة الحوشبي، ملازم طيار. يعني نحن فخورين إنك موجودة معنا، وإنك بالفعل وصلتي إلى الأحلام اللي كنت راسماها من البداية، حتى وإن يعني تعثرتي في البداية لكنك بالأخير وصلتي إلى هدفك. نعم، كان هناك تعثرات كبيرة والحمد لله وصلت إلى هدفي، ولا زال الصعوبات قائمة إلى الآن. نتمنى أنك تتجاوزيها إن شاء الله. شكرا. نتمنى لك كل التوفيق رحمة الحوشبي في مسيرتك العملية والمهنية، ونتمنى لك مزيد من النجاحات والتألق، وأنك تعودي لنا من جديد بعد استكمال دراستك وأنت يعني قد حققتي أهدافك إن شاء الله. شكرا جدا على تواجدك معنا، شكرا على قبولك الدعوة، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على تواجدكم معنا حتى هذه اللحظات في برنامج حديث العاصمة من البهرة إلى باب المندب. كونوا دائما معنا على الموعد، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.